في كل سنة في رمضان بنسمع عن أجور الفنانين إنها بأرقام فلكية، وعن القفزات الهائلة اللي بتحصل كل سنة في أجورهم، والقفزات دي تبقى بالملايين. بس الموضوع ده الفترة اللي فاتت الكام سنة اللي فاتوا اتغير، وبتتحسب على حسب القاعدة الجماهيرية للفنان، على حسب الناس بتحبه أو ما بتحبوش. بس برضو أجور الفنانين وصلت لمرحلة غريبة. فأنا النهاردة هقول لكم أجور أكبر الفنانين في رمضان 2023. انت يا صديقي لو مش عامل اشتراك في القناة ما تنساش تعمل اشتراك، او انزل اعمل اشتراك دلوقتي، وكمان اعمل لايك لو الفيديو عجبك، لان انا بعد كده هتكلم عن مسلسلات رمضان وهعمل مراجعات لكل الحلقات. فما تنساش تدعمني بلايك وشير، ويلا بينا. كده الناس كلها متوقعة زيادة في مرتبات الفنانين في 2023. فانا هعمل ايه؟ انا هقارن بين مرتباتهم في 2022 مع مرتبات المتوقعة ليهم في 2023. نبدأ بالفنان كريم عبد العزيز. الفنان كريم عبد العزيز كان واحد من ابطال مسلسل الاختيار الجزء الثالث في رمضان 22. هو والفنان احمد عز والفنان احمد السقا والفنان ياسر جلال. والفنان كريم عبد العزيز كان اجره عن مسلسل اختيار 3 25 مليون جنيه، انما السنة دي هيكون متوقع ان يوصل اجره ل 35 مليون جنيه. بينما الفنان احمد السقا فكان اجره عن دوره في مسلسل الاختيار 3 33 مليون جنيه، بس مش متوقع ظهوره السنة دي بسبب انشغاله في عروض مسرحية سيدتي الجميلة. بس برضو مكتوب اسمه في ابطال مسلسل الكتيبة 101، فلسه مش مؤكد هل هيظهر في المسلسل ولا لا. اما الفنان احمد عز فكان اجره عن دوره في مسلسل الاختيار 3 خد 20 مليون جنيه، بينما الفنان ياسر جلال كان اجره 15 مليون جنيه. ودلوقتي هنتكلم عن واحد من اعلى ممثلين اجرا في خلال ال10 سنين اللي فاتوا، وهو الفنان محمد رمضان. محمد رمضان بعد غياب الزعيم عن ساحة المسلسلات الرمضانية بقى هو الاعلى اجرا، لان اجره وصل عن مسلسل المشوار 45 مليون جنيه، من المتوقع ان اجره عن مسلسل العمدة يوصل لحد 50 مليون جنيه. بعد كده عندنا الفنان امير كرارة. الفنان امير كرارة خد عن دوره في مسلسل لاعدون في رمضان 22 خد 28 مليون جنيه، انما السنة دي من المتوقع وصول اجره ل 33 مليون جنيه عن بطولته في مسلسل سوق الكانتو. نيجي بقى واحد من اكتر الفنانين حبا جماهيريا، والناس كلها متفقة على حبه سواء في اغانيه سواء في مسلسلاته سواء في افلامه، وهو الفنان احمد مكي. الفنان احمد مكي كان اجره عن مسلسل الكبير قوي الموسم السادس 15 مليون جنيه، بس متوقع السنة دي انه اجره يوصل 20 مليون جنيه عن دوره في مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، وطبعا المسلسل ده ان شاء الله هيكسر الدنيا. نيجي بقى للجانب الناعم والجانب الرومانسي في الوسط الفني. الفنانات، اعلى الفنانات اجرا في سنة 2022 كانت الفنانة قديرة يسرا، وكان اجرها 27 مليون جنيه عن مسلسلها احلام سعيدة. انما متوقع السنة دي اجرها يوصل ل 30 مليون جنيه عن مسلسلها حمد لله على السلامة. بعد كده عندنا الفنان نيللي كريم. الفنان نيللي كريم تقاضت عن مسلسلها فاتن امل حربي 20 مليون جنيه، بينما السنة دي من المتوقع يوصل اجرها ل 25 مليون جنيه عن مسلسلها الجديد عملة نادرة. وبعد كده هنخش على الفنانات اللي هم اقل اجرا من الكبار بس برضو مشهورين، وهنبدأ بالفنانة دينا الشربيني. الفنانة دينا الشربيني تقاضت 18 مليون جنيه في رمضان 22، والفنانة ريهام حجاج كانت واخدة 15 مليون جنيه عن مسلسلها يو تيرن. دلوقتي في المسلسل الجديد هتعمله السنة دي هتاخد حوالي 20 مليون جنيه. بس للأسف الفنان عادل امام مش هيبقى موجود برضو السنة دي بسبب ان هو بيمر بأزمة صحية. نهاية الحلقة النهاردة عاوزكم تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار اي حلقة هنزلها، لان انا غالبا الفترة اللي جاية هتكلم عن مسلسلات رمضان بشكل مكثف، لان اول ما هنوصل ان شاء الله لرمضان هتكلم عن مسلسلات رمضان بالتفصيل، وهعمل مراجعات للحلقات، وهرشح لكم كمان المسلسلات المهمة اللي لازم ما تفوتكوش في رمضان 23.